وصلنا دلوقتي للاعب الخامس واللي يمكن يكون هو الأقل شهرة بالنسبة للجيل الجديد، أو مش الكل بيجيب في سيرته زي نيمار أو هازارد، بس اسمحوا لي هنا أتكلم بصفتي أرسنالاوي قديم. أنا هكون صريح معاكم، يوم ما سانشيز فشل مع اليونايتد أنا كنت شمتان شماتة مش طبيعية، وده حقي كمشجع لأرسنال. شفت النجم الأول بتاعي للفريق بيمشي للغريم، بس لما نهدى شوية ونبص لها بنظرة حيادية فأنا هكون زعلان إن لاعب موهوب زي موهبة سانشيز نهايته كانت بالطريقة المحزنة دي. سانشيز قعد مع أرسنال 4 سنين من موسم 2014 لموسم 2018، في خلالهم سجل 80 هدف وصنع 45. وأنا مش عايز الأرقام تخدعك، سانشيز كان بيلعب مع سكواد من أسوأ ما يكون، تقريبا ده أسوأ سكواد مر في تاريخ أرسنال. سانشيز نقدر نقول عليه إن هو كان أهم لاعب في منظومة أرسنال، بس فجأة سانشيز في يناير 2018 بيقرر إنه يسيب كل ده ويروح لمانشستر يونايتد. وطبعا كلنا فاكرين فيديو تقديمه المستفز وهو بيعزف على البيانو، بس اللي كتير ما يعرفوش عن التقديم ده ان هو ما كانش موجه لاستفزاز جمهور ارسنال، بالعكس كان موجه لجمهور مانشستر سيتي اللي كانوا هيموتوا نفسهم ويتعاقدوا معاه، واليونايتد هو اللي خطفوا منهم، عشان كده كان بيحاول يستفزهم. وسانشيز مع اليونايتد بياخد الرقم 7، رقم الاساطير بيكهام ورونالدو وغيرهم كتير، وتقريبا كده لعنة الرقم 7 اثرت عليه، لانه تحول من لاعب بيسجل 24 هدف في الموسم للاعب بيسجل 3 اهداف بس في موسم كامل مع اليونايتد. وسانشيز بيعترف بنفسه بعد كده انه في اول يوم ليه في الاولد ترافورد طلب من الوكيل بتاعه ان هو يحاول يرجعه تاني الارسنال، بس للاسف اللي اتكسر ما بيتصلحش ابدا، ومسيرة سانشيز بتموت في اليونايتد، وحتى لما حاول يحييها تاني فشل برضه. وبكده نكون النهارده شفنا 5 قصص مختلفة بس النهاية بتاعتهم واحدة وهي الندم، واكون انا جاوبتكم على الاسئلة اللي انا سألتها لكم في اول الحلقة، وعرفنا ان الكورة مش بس مهارة، الكورة راحة ونفسية ومكان يقدرك.